تحياتي. النهاردة هنعمل الرقاق الطري. اول حاجة هنجيب الدقيق بتاعنا، نص كيلو من الدقيق وعليهم رشة ملح. نص كيلو بيعادلوا 4 كوبايات من الاكواب المعيارية. وهننزل بربع كوباية من السمنة، كمان لو تبقى سمنة بلدي هتبقى حلوة قوي. وكوباية من الزبادي، دي هتخلي العجينة معانا طرية. وهنعجنهم كده بشوية مية واحدة واحدة. اخدت مني كوباية ونص، ممكن تاخد منكم اكتر او اقل، فانزلوا بالمية بالتدريج، مية فترة عادية. وبعد ما نعجنها ونلمها كويس قوي، واستحسن بقى لو عندك عجان او حاجة عشان تضربيها كويس. هنسيبها بقى تستريح 10 دقايق كده او ربع ساعة، وبعدين نبدأ نشكلها زي ما انتوا شايفين. بعد ما استريحت معايا هدهن زيت كده عشان ما تلزقش، وافردها معايا. العجينه دي طعمها بقى وهي في الرقاق طعمها كده حلو غني، مش مجرد عيش مبلول، لا، ليها طعم كده دسم. وهنجيب بقى نقرص كل قطع متساويه وعلى قد شكل الرقاق، على قد مدوره او مربعه زي ما تحبي حسب الصينيه. وممكن تجيبي كمان حاجه تعلمي بيها صينيه او طبق عشان تديكي شكل الدايره بشكل متناسق. انا جت معايا شويه اشكال هندسيه مش متناسقه. المهم وانتي بتفرديها لازم تخليها رقيقه جدا، رقيقه قوي، لان كل ما كانت رقيقه كانت العجينه بتاعتك هتبقى ناجحه. وهنجيب صينيه سخنه وهننزل عليها العجينه بتاعتنا مفروده، وهنقلبها على الوشين دقيقه تقريبا على كل وش، يا دوبك بتبقى بيضه بس كده، لانها مجرد انها تتماسك، عشان بعد كده هنسويها في الفرن. وادي زي ما انتوا شايفين اهي طريه، هنغطيها عليها كويس قوي عشان تفضل طريه معانا. وهنبتدي بقى نجيب الصينية بتاعتنا. الصينية مدهونة سمنة بلدي، يفضل يعني زبدة بلدي. وهجيب بقى الرقات بتاعة الرقاق اللي احنا عملناه وهنحطها في الصينية. نحطها واحدة على الأطراف كده عشان بعد كده نقفل بيها الصينية من طرف جوه وطرف بره الصينية. وكل واحدة هندهنهم، وواحدة في النص كمان. وفي كل طرف او كل راق هندهنه بالسمنة البلدي بتاعتنا. وهنيجي في النص ونحط اللحمة المعصجة المفرومة بتاعتنا، او اي حشوة لو انتوا حابين تغيروا الحشوة دي، كمية مناسبة حسب العجينة والرقات بتاعتنا. وبعد كده هقفل عليها كويس بعد ما احط اللحمة المعصجة دي مستوية طبعا. بعد كده هدخلها اعلى درجة حرارة فرن عندك على الرف قبل الاخير. هي هتاخد دقايق، مش هتاخد وقت طويل. وكمان وبعدين يعني يعتبر مثلا 10 دقايق، وتيجي بعد 10 دقايق تانية تروحي قلباها وقلب الوش بتاعها كمان. وتدهني طبعا الحتة دي اللي هي النص ده، هي عشان ما جاتش معايا مدورة فجات شكل مثلث، بس انتي بقى ممكن تبقى معاكي شكل مدور يعني. هندهنها من هنا برضو سمنة. وبعدين هنيجي نقلبها، بس لما تستوي الاول انا هقفلها عليها كده عشان تاخد الوضع ده بتاعها. وهدخلها الفرن الرف قبل الاخير على اعلى درجة حرارة. مجرد ما استوت واخدت لون احمر هقلبها على الوش التاني عشان تاخد تكمل سواها من الوش التاني، وهكذا. وبعد كده لما خلاص استوت خلاص من ناحيتين، واتأكد انها استوت من ناحيتين، هجيب بقى شوية لبن كده حلوين وعليهم سمنة، وهسقي بيهم الرقاق بتاعي كده، اشرب بيهم. ده هيساعد في انها تبقى حلوة وطرية. وبس كده، ونقطعها ونقدمها. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.